كان معايا ان انت اتولدت في امريكا، والصدفه البحته خلتك ضابط، او تعالى نقول عالم في القوات البحريه الامريكيه في وقت الحرب. تخيل وانت قاعد في القاعده البحريه، قاعد عمال بتلقط الترددات اللي بتجيلك والاصوات اللي بتجيلك من المحيط، علشان لو جالك اي اشعار ان في غواصه روسيه مقربه منك تضربها على طول. تتفاجئ ان انت جالك تردد غريب، تردد من كائن حي. التردد ده قيمته 52 هرتز. التردد ده جاي من كائن حجمه كبير. الامريكيين افتكروا ان هو وحش ايزابل. وحش ايزابل ده موجود في الثقافه الامريكيه. بس يجي عالم اسمه واتكنز يقول ان الكائن ده هو حوت. تمام، طيب يا عم واتكنز، ايه اللي عرفك ان هو حوت؟ هو مش مفروض الحيتان تردد الصوت بتاعها من 10 ل 40؟ التردد اللي جاي لنا ده 52، ازاي ده تردد حوت؟ ساعتها لقب العالم واتكنز الحوت ده باسم الحوت 52. ومن ساعتها الحوت ده كائن غريب، مش معروف اصله ولا ماهيته ولا نوعه ايه. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مش عليك. النهارده هنتكلم ان شاء الله عن الكائن الاكثر عزلة ووحدة في العالم، هو الحوت 52. اهلا بيكم في بودكاست مش عليك، معاكم الفيزيائي محمد اياد. مبدئيا بس قبل ما نتكلم في قصة الحوت والجو ده، عايزك تفهم حاجة معينة. كلمة التردد في الفيزياء زي ما انت خدتها في تانية ثانوي او في تانية وتالتة اعدادي وتالتة ثانوي كمان، التردد ده فكرته ان هو اهتزازات او موجات بتحصل في زمن معين. التردد ده انا كبني ادم بستعمله في ايه؟ بستعمله في فكره اللي انا ارصد مثلا اجسام حيه وغير حيه بتتحرك حواليا، اعرف الصوت اللي جاي لي ده صوت راجل ولا صوت ست، تصنيع اللي هو الاقمار الصناعيه. لو انت مثلا عايز تشغل قناه معينه على الريسيفر بتاعك، فانت بتبحث عن تردد القناه دي، او بيتقال عليها ان انت بتحاول تجيب تردد القناه دي. يعني ايه بتحاول تجيب تردد القناه دي؟ يعني انت جهاز الريسيفر بتاعك بيدي موجه للطبق، فالطبق يعمل موجه ترددها بنفس تردد القناه دي. فبالتالي لما تردد القناه او التردد اللي جايلك من القمر الصناعي اللي هو تردد القناه يبقى قد التردد اللي عامله طبق الدش بتاعك، ساعتها انت تعرف تلقط القناه دي وتعرف تشغلها ما عندك. هي دي فكره التردد. التردد ده اهتزازات او حاجه بتتكرر مع الوقت، تمام، او موجات بتتكرر مع الوقت. لما تلقطها انت بتعرف تعمل موجه زيها، فبتعمل حاجه اسمها رنين، او ان انت تحاول تقراها وتعرف مصدرها ايه وقوتها ايه وفايدتها ايه وضررها ايه. طيب تعال نرجع لموضوعنا. بالنسبه للحيتان بشكل عام، فالحيتان المفروض ان الترددات بتاعتها ما بين 10 ل 40 هرتز. اي حوت في الدنيا التردد بتاعه ما بين 10 ل 40، بيتواصلوا مع بعض بالتردد او بالصوت اللي تردده كده، تمام. الغريب بقى ان الحوت 52 ده تردده 52 هرتز. الحيتان مش بتتكلم بالتردد ده. اي نعم، اتوجد في حالات نادرة حيتان بتتكلم بالتردد ده، بس مش موجودة بشكل كبير. فبالتالي الحوت ده اللي هو ما بيتكلمش غير بتردد 52، لا عارف يتواصل مع الحيتان اللي زيه، ولا عارف يجذب انثى ليه بحيث اللي هو يعرف يتكاثر، ولا عارف يتكلم مع اي كائن من نوعه. بالمناسبة الحيتان التانية بتسمعه بس مش قادرة تفهمه. هي دي الفكرة بتاعت الحوت 52، عشان كده سموه الكائن الاكثر عزلة في العالم، تمام. طيب الحوت ده نوعه ايه ولا ماهيته ايه؟ الحوت ده هو حاجة من اتنين، يا اما حوت ازرق يا اما حوت زعنفي، تمام. ايه اللي خلاني اقول اللي هو يا اما حوت ازرق يا اما حوت زعنفي، او يمكن نوع جديد من الحيتان هجين ما بين الاثنين دول؟ هقول لك. طبيعه حركه الحوت ده، السواحل اللي هو بيروح عليها سواحل امريكا بتخليه حوت ازرق، تمام. طيب وخط مساره عامه في المحيط الهادي يخليك تقول ان هو حوت ازرق. طيب ايه اللي خلاك تقول عليه حوت زعنفي؟ اللي خلاني اقول ان هو حوت زعنفي ان طبيعه الهجره بتاعته اللي هي ما بين شهر
8 لشهر 12 ده التوقيت اللي الحيتان الزعنفية بتهاجر فيه. تمام. فبالتالي احنا ترجمنا ان هو حوت زعنفي. بطبيعتنا البشريه قعدنا نستطلع وقعدنا نحاول نفهم وندور على الحوت ده، بس احنا ما لقينالوش اي اثر او ما عرفناش نوصل له، علشان ما اتوجدش عنه حاجه تانية. حتى الترددات اللي احنا بنسمع عنه ترددات عشوائيه. تردد 52 ده ممكن يبقى تردد اي حاجه تانية في الدنيا، مش شرط حوت. مش كل الناس يأست من فكره الحوت ده. خد بالك البني ادم دايما لما يبحث عن حاجه بيحاول يدرسها، عايز يفهم الحوت ده ازاي بيتكلم بالتردد ده، بس نوعه ايه، وهل هو فعلا وحيد، هل هو بيحس بالوحده ولا لا. طيب تعال نتكلم بالنسبه لك. طيب اتعمل فيلم وثائقي عن الحوت 52 ده، اتعرض على ناشونال جيوغرافي. مجموعه من المستكشفين تطوعوا ان هم يبحثوا عن الحوت ده. عملوا ايه؟ سلطوا اجهزه بحيث اللي هي تدرس الترددات في المحيط الهادي عشان يحاولوا يلاقوا الحوت ده. اكتشفوا ان في الكلام ده في 2010 ان التردد 52 هرتز ده سمعوه من الساحل الغربي لامريكا، واول لما راحوا يشوفوه اكتشفوا ان ده مش طالع من حوت، ده طالع من سفن. وخد بالك الحيتان اصلا لما بتمشي في جماعات وتعدي بسفن هي اصلا بتحس بالوحده لوحدها. ليه بتحس بالوحده؟ حتى لو هي في مجموعه كمان، علشان هي ما بتعرفش تتعامل مع السفن. تمام. ولا تعرف تغير مسارها لما تقابل سفينه، لان هي التردد اللي بتطلعه سفينه هي مش فاهماه. وبرضه السفن بتعمل ضوضاء بتخلي الحيتان مش قادره تتواصل مع بعضها، فبالتالي هي ممكن تموت بسبب الموضوع ده. فبالتالي الحيتان بتحس بالوحده حتى لو هي في جماعات. فضلوا يدرسوا فتره معينه في البحر علشان يشوفوا الحوت ده لسه عايش ولا مات خلاص، بس للاسف ما قدروش يوصلوا لاي حاجه، واعتبروا ان الحوت ده سر من اسرار البحر والمحيط. تعال نتكلم عن حاجه تانية اللي هي احساس الوحده بشكل عام. لازم تفرق ما بين انت وحيد ولا انت اخترت ان انت تكون وحيد. وحيد يعني انت مش حواليك حد بمزاجك. تمام. الوحده بشكل عام اللي انت يبقى حواليك ناس كتير بس انت مش قادر تتواصل معاهم بشكل كامل، مش قادر تتواصل معاهم بشكل كامل لأكتر من سبب. اما تجربة ذاتية مريت بيها خلتك ان انت مش قادر تآمن للناس، دايما حاسس ان انت مرفوض اجتماعيا. تمام. فدايما بتحس بالوحدة. خد بالك الوحدة مفيدة ومضرة في نفس الوقت. يعني انت لما تحس برفض الاجتماعي ده بيخليك اوتوماتيك تحس ان انت مهدد عشان انت لوحدك، فبالتالي بتعمل حاجة من اتنين: اما ان انت بتحاول تكون اقوى، اما ان انت تحاول تتعرف على ناس جديدة او تتكيف مع الناس القديمة دول بحيث ان انت ما تفضلش وحيد. وبرضو بيخليك دايما بتحس باحتياجاتك الاجتماعية، ان انت محتاج تهتم بالناس عشان تفضل موجود معاهم وتفضل قريب منهم. ايه عيوب الوحدة؟ عيوب الوحدة ان هي بالنسبة لك كبني ادم هتفضل حاسس بالخطر، هتفضل حاسس او مركز مع الناس بحيث ان كل الناس بالنسبة لك اعدائك، وده هيسبب لك اكتئاب، وده هيخليك كتر التركيز ده هيخلي مناعتك تقل، وهيسبب ان انت يجيلك زهايمر وهيبان عليك التقدم في السن. دي عيوب الوحدة المعروفة بالنسبة لنا. الحل بالنسبة لك كبني آدم عشان ما تحسش بالوحدة أو ما تكونش حتى الحوت 52 في حياتك، مبدئيا لازم تتقبل الوحدة. لازم ما تتكسفش من فكرة ان انت وحيد، والوحدة دي مش مشكلة بالنسبة لك. الوحدة دي يعتبر ممكن تكون نعمة من عند ربنا، ان هي حاجة جات لك علشان انت تضطر تغير من نفسك. يا اما انت تبقى اقوى، يا اما انت تحاول تقرب من الناس، عشان القوة ساعات تكون في الجماعة. والحل التاني او الخطوة التانية اللي انت لازم تراقب سلوكياتك. مش لازم كل الناس اللي حواليك يكونوا هدف اي حركة يعملوها معاك او اي رد فعل يعملوه معاك ان هم يكونوا بيكرهوك. ساعات هم بيعملوا كده علشان يوروك مشكلة في طريقتك معاهم او عيب فيك، فانت لازم تغيره. هتقول لي اللي بيحبك بيقبلك على عيبك. لا، الكلام ده في الافلام بس. تمام. لو قبلك على عيبك فهو مش هيقبلك كتير بعيبك ده. لازم تتغير عشان تتكيف معاه.
تالت خطوة اللي انت لازم تعمل حاجة جديدة، لازم تحاول تقرب من الناس، لازم تحاول تسأل عن الناس، لازم تفهم ان العلاقات الاجتماعية عشان تتم لازم يحصل اهتمام متبادل بينك وبينهم. خليك دايما تكون انت المبادر، خليك دايما انت اللي تاخد الخطوة الاولى. جرب، مش كل الناس دايما يعني ايه تكون غدار او ما تستاهلش اهتمامك، لا انت في ناس انت حواليك يستاهلوا اهتمامك ويستاهلوا اللي انت تفكر فيهم، ما دام مش بان منهم حاجه وحشه. مش كل الناس اللي حواليك وحشه، مش لازم تبعد عن الناس عشان لمجرد ان انت اختياراتك كانت غلط قبل كده فبالتالي كل اختياراتك بعد كده تبقى غلط او الناس مش تستاهل اهتمامك ده. لا انت لازم تقرب من الناس ولازم تفهم طبيعتك وشخصيتك ايه. اخر خطوه معاك، لو انت ما قدرتش تعالج الوحده لوحدك لازم تطلب مساعده حد، لازم تختار حد من اللي حواليك تصارحه بمشاكلك وهو يساعدك ان انت تتعامل مع الوحدة. وبس كده، هي دي كانت حلقة النهارده من البودكاست. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، ويا ريت ما تنساش تعمل لايك وشير للحلقة لو عجبتك وتبعتها لكل اصحابك. مش تنسى تتابعنا على الفيس وانستا واليوتيوب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وسلام.